جون ادوارد في نادي الزمالك المدير الرياضي الجديد. جون ادوارد عامل شغل جامد جدا. عايز تعرف ايه اللي ممكن نتكلم عنه النهارده؟ دوس لايك واشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. جون ادوارد عامل ملحمه حرفيا في نادي الزمالك. جاب مدير فني اجنبي مشى لجنه التخطيط، ولكن جاب مدير كوره، المدير الكوره السابق لنادي انبي. حضرتك هتيجي تقول لي طب ولاد الزمالك؟ احب اقول لك بلا ولاد الزمالك بلا ولاد الشمس بلا ولاد اللذينه. ولاد الزمالك عملوا ايه للنادي بتاعهم؟ بقالهم ازيد من 20 سنه النادي ما خدش بطوله افريقيا، 23 سنه. ولاد الزمالك مصدرين على طول نغمه المؤامره، مصدرين المشاكل، مصدرين المديونيه. هتيجي تقول لي طب هم ذنبهم ايه؟ ما هي دي على المجلس الاداره السابق. طب ما مجلس الاداره السابق قال لك انا مجلس الاداره اللي قبلي سايب لي مديونيه، وهكذا. وجهه نظري من واحد اهلاوي والله العظيم ثلاثة، الكلام ده بقوله من كل قلبي، ان سيبوا جون ادوارد يشتغل. جون ادوارد ماشي على الطريق الصح. حضرتك عندك مديونيه وعندك ديون وعندك ازمات، احب اقول لك يا باشا بيع لعيبه. الاهلي عايز منك مثلا حسام عبد المجيد، بيعه ب 3 4 5 مليون دولار، استفاد بفلوسه. هتيجي تقول لي اصل الاهلي والغريم التقليدي، يا باشا انت في ورطه، انت بتغرق. اللي تعرف تبيعه وتستفاد بيه بيعه واستفاد بيه. اعتمد على الناشئين، اعتمد على قطاع الناشئين بتاع النادي. جيب لعيبه مغموره زي ما بيعمل على طول، والزمالك مميز في الحته دي. جيب لعيبه مغموره وكبرها وبيعها. هتيجي تقول لي طب ما انا كده كل ما هطلع لاعب هيتباع. هقول لك ايوه، عشان انت كده كده اوريدي عندك مشاكل وعندك مديونيه. لما تعمل الكلام ده سنتين ثلاثه هتلاقي نفسك كل المشاكل اختفت، وكل سنه بتطلع لي 3 4 5 لعيبه جداد من القطاع بيشيلوا الفرقه. فصدقني سيبوا الراجل يشتغل، الراجل ماشي في الطريق الصح. والله والله الراجل مميز، وانا شايف احسن حاجه عملها انه بعد عن كل ولاد النادي اللي بيتقال عليهم ولاد النادي وما عملوش حاجه للنادي. واحب اقول لك ان من الاخر العمده بيقدم محتوى فاخر، وما تنساش الاشتراك واللايك وتفعل زر الجرس. سلام.